شريطنا اليوم من بن قرير. وبن قرير هي مدينة مغربية كتبعد على قلعة السراغنة ب 54 كيلومتر، وعلى مراكش ب 70 كيلومتر، وهي عاصمة إقليم الرحامنة جهة مراكش آسفي، والذي أحدث سنة 2009 بمساحة إجمالي كتقدر ب 548 ألف هكتار. عدد الساكنة في حدود 100 ألف نسمة. والهدف من هذا الشريط هذا هو التعرف على معلمتين تربويتين متميزتين بهذه المدينة هذه، ثانوية التميز ليداكس وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات اللي هي اليو ام سي اس بي. ثانوية التميز بن قرير أو ليداكس هي مؤسسة علمية وتقنية كتوفر على داخلية، وكتعمل المؤسسة على تكوين التلاميذ في التعليم الثانوي التأهيلي وفي الأقسام التحضيرية للمدارس العليا في الشعب العلمية والتكنولوجيا، الرياضيات والعلوم الفيزيائية والهندسة، فيزياء الكيمياء والهندسة والتكوين والتكنولوجيا والعلوم الصناعية. كتمتد الثانوية على مساحة 18 هكتار في قلب مدينة المعرفة والابتكار، والتي أنشأها مكتب الشريف للفوسفات أوسيب سنة 2009، وكتضم فصول حديثة وقاعة مجهزة للعمل التطبيقي وملاعب رياضية ومسرح ومسبح شبه أولمبي. وثانوية التميز هذه هي مؤسسة خصوصية تبع المؤسسة أوسيبي، وانشئت بهدف توفير تعليم متميز بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. كما يوجد بثانوية التميز بن قرير مركز الأقسام التحضيرية المدارس الكبرى، وتلاميذ المركز من المتفوقين في التعليم العمومي والخصوصي، وتلاميذ ثانوية التميز بن قرير والحاصلين على معدلات جيدة في البكالوريا. وقد تمكن في هذه السنة هذه 20 تلميذ وتلميذة من مركز بن قرير من مجموع 42 على الصعيد الوطني من النجاح في امتحان ولوج مدرسة البوليتكنيك بفرنسا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جودة العالية في التعليم اللي كيتلقاوه التلاميذ ديال المركز الأقسام التحضيرية بن قرير. هاد التلميذات اللي معنا اليوم العدد ديالهم 20 هما اللي تقبلوا في الصفة النهائية في مدرسة بوليتكنيك الفرنسية. هما تلامت دخلوا، الأكثرية فيهم ما يسمى على لا فوا دو، بمعنى ماشي جاو من الأول دوزوا امتحان ودخلوا لعندنا. هما تلامت جايين من المغرب من جهات وسط الجنوب الشرق. هما تلامت جاو من أوساط اجتماعية متعددة، الأغلبية ديالهم والديهم ذوي الدخل المحدود، ومن طبيعة الحال المؤسسة عطتهم الفرصة باش يمشيو بعيد. وكتعتبر جامعة محمد السادس متعددة التخصصات أو جامعة البوليتكنيك مفخرة الإقليم وواسطة العقد وإشعاعه العلمي على الصعيد الوطني والدولي. وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية اليو ام سي اس بي هي مؤسسة دولية للتعليم العالي متخصصة في العلوم والتكنولوجيا والعلوم الاجتماعية والأعمال، ولها فروع في الرباط والعيون. أنشأتها مؤسسة المكتب الشريف للفوسفات أوسيبي، وافتتحها الملك محمد السادس في 12 يناير 2017. كتعمل هذه الجامعة هذه على تعزيز تنمية المعرفة في مجالات مختلفة من خلال البحث العلمي، من خلال البحث والابتكار والتنمية المستدامة والتعليم العالي. وكتطمح الجامعة إلى مواجهة تحديات البحث والابتكار والتدريب بالمغرب وأفريقيا بشكل عام، من خلال التركيز على مجالات مختلفة مثل التصنيع والأمن الغذائي والرقمنة والعلوم الاجتماعية. وكتلتزم الجامعة بتدريب القيادات المستقبلية للقارة الإفريقية، بحيث تكون الباحثين في مختلف المجالات المتعلقة بالتعدين والعلوم الزراعية والتخطيط الحضاري والحكامة وغيرها.
هذه الجامعة أسست على عدة مبادئ، منها إشكالية الإبداع، علاقة الإبداع بالتنمية، وأيضا البحث العلمي المبني على الابتكار لإيجاد حلول ميدانية ناجعة للمساهمة في التنمية المستدامة. كان التأسيس ديالها في 2012 في شهر أكتوبر 2012، وتم التدشين ديالها من طرف صاحب الجلالة في شهر يناير 2017. المميزة الأولى ديال جامعة محمد السادس متعددة التخصصات هي البحث العلمي. دونك هذه الجامعة عندها توجه إفريقي. الطموح ديالنا هو نستقبلوا جميع الطلبة من جميع أنحاء القارة الإفريقية. احنا الهدف ديالنا إعطاء الفرصة لجميع تلاميذ جميع الطلبة من القارة الإفريقية من أجل يكونوا في واحد الجامعة اللي قبل يكون عندها الهدف ديالها هو البحث العلمي. الناس دابا يقدروا يقولوا نقدروا نمشيو بعيد، صافي كاين هنا المغرب عنده واحد بلاتفورم اللي كتنافس البلاتفورم اللي كاينين خارج القارة الإفريقية، اللي كتعطي الفرصة لجميع الشباب باش يقدروا يحلموا ويحققوا الحلم ديالهم. الرسالة اللي كنعطيهم هي يكون عندهم الثقة براسهم، يعرفوا ان في بلادهم كاينه واحد الجامعه اون بلاتفورم اللي كتقدر تعطيهم جميع الامكانيات باش يحلموا يطوروا راسهم. هي الحاجه الاولى، يطوروا البلاد والقاره وعلاش لا العالم. وأهم المدارس والكليات بجامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات هي مدرسة الإدارة الصناعية ليمين، وهي أول مدرسة للهندسة تم افتتاحها سنة 2013. كلية الحكامة والعلوم الاقتصادية، مدرسة الزراعة والأسمدة وعلوم البيئة، مدرسة أفريقيا للأعمال لاباس، معهد العلوم والتكنولوجيا والابتكار EST&E، مدرسة الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم الأصاب عند مدرسة الذكاء الجماعي SCE، معهد التكنولوجيا الخضراء JTI، مدرسة علوم الحاسوب SAS، ومدرسة إدارة الأعمال، ومدرسة أو المعهد العالي للعلوم البيولوجية والطبية. جامعة لها بعد اجتماعي مهم جدا، هو كيف ممكن أن نساعد الطلاب الأذكياء الذين كافحوا لكي يصلوا إلى البكالوريا من أسر بسيطة، وندعمهم طبيعة الحال بمنح لكي نحدث التغيير الاجتماعي. مدرسة الفلاحة، مدرسة التدبير الصناعي، أيضا الهندسة الرقمية، كل البحوث المتعلقة بالصحة وخدمات الصحة، تخصص الهندسة المعمارية والتخطيط والتصميم الحضري. هناك أيضا تخصصات المتعلقة بالفندقة وكل ما يتعلق بالبنيات التحتية للفندقة على المستوى الوطني، وهذه فقط بعض الأمثلة. والتصميم المعماري للحرم الجامعي كيجمع ما بين المعمار التقليدي المغربي والتصميم المعاصر، وكيوفر الحرم كذلك أماكن إقامة مختلفة من غرف فردية ومزدوجة ورباعية، وهي كتستجب لأعلى معايير السلامة والراحة، وتوفير وسائل الاتصال والفضاءات المشتركة للراحة والاستجمام. والحرم الجامعي مجهز بكل ما يحتاجه الطالب ليستمتع بحياة جامعية راقية: مطعم، مركز صحي، قاعة المؤتمرات، مسبح شبه أولمبي، ملاعب رياضية مختلفة، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة والتنس، وملعب كرة السلة معتمد NBA، وصالة الألعاب القتالية، وراديو الحرم الجامعي. وهذا اليوم هذا كيصادف اليوم الأول لاستقبال الطلبة المهندسين الجدد في مدرسة ليمين، أو اللي هي مدرسة الإدارة الصناعية. ضربنا جولة في مجموعة من الأجنحة والقاعات، وعرض من طرف مدير المدرسة واللي رحب بالطلبة الجدد، وقدم عرض مفصل عرف فيه بالمدرسة والهدف من إنشائها والبرنامج والمواد المدرسة بها والتكوين والتداريب اللي غادي يجتازوها التلاميذ، وذكر بشعار المؤسسة اللي هو learning by doing، وأفاق المهندسين المتخرجين منها. وبعد ذلك وجبة غداء جماعية على شرف الطلبة الجدد وأولياء أمورهم تحت خيمة أعدت بالمناسبة.
بعد الغداء وارتشاف كأس قهوة التحق كل طالب بغرفة الإقامة ديالو، وهي فرصة لإطلاع أولياء الأمور على التصاميم الجميلة لهذه الغرف وتوفرها على كل أسباب الراحة. أما عن شركاء جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية فهم يوجدون في بلدان متعددة، منها المغرب والولايات المتحدة والنمسا وفرنسا وسويسرا، كندا والصين والبرازيل، ماليزيا وألمانيا وإسبانيا وأستراليا ودول أخرى. وكتعاون الجامعة كذلك مع العديد من المؤسسات في البلدان الإفريقية، وكتقوم بإنشاء منصات بحث تجريبية ومختبرات بحثية تطبيقية مع جامعات شريكة. وكيهدف هذا المشروع للمساهمة في مواجهة تحديات البحث لأفريقيا من حيث التصنيع والأمن الغذائي والصحة، وطبعا بتوظيف آلاف الطلاب والباحثين والطالبات الباحثات. دمتم في رعاية الله، وإلى شريط آخر من المدينة الحمراء إن شاء الله. Le cœur au niveau du programme pédagogique, c'est la recherche, l'innovation. En fait, le parti pris de l'Université Mohamed VI Polytechnique est de mettre la recherche comme moteur de toute sa construction et de tout son business model. Donc nous avons commencé par la partie recherche et après on a commencé à descendre au niveau de l'éducation et non pas l'inverse. Donc ce qu'on appelle des universités top-down. Et la recherche, c'est pour répondre à quoi comme question. Et donc le point de départ, c'était les défis auxquels l'Afrique est confrontée aujourd'hui. Donc on le sait tous, c'est des défis liés à la sécurité alimentaire, des défis liés à l'urbanisation, l'urbanisme, à l'industrialisation, à la gestion durable des ressources et des richesses africaines. C'est ça notre point de départ. Et pour répondre à ces défis-là, on a dit qu'il faille qu'on commence par l'éducation, par la recherche. Et donc la recherche forme d'excellence, appliquée plutôt, plus que la recherche fondamentale, on est appliqué pour répondre à ces défis-là. Et à partir de ça, on construit notre modèle pédagogique au niveau de l'éducation. Donc c'est ça un peu le parti pris plutôt de l'Université Mohamed VI Polytechnique dans son business model en termes de recherche, innovation et éducation. La partie innovation, c'est de permettre à tout un chacun au niveau de l'université, qu'il soit étudiant, qu'il soit membre administratif de l'administration, qu'il soit chercheur, d'emmener ce qu'il trouve jusqu'à la création de start-up si besoin est. Et l'université met à sa disposition toute une plateforme d'accompagnement jusqu'à un fonds d'investissement pour participer dans ces entreprises, dans ces start-up créées par son écosystème.